ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي أوقاتكم حبايب قلبي، كيفكن؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله يا ربي كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. رجعت لكم بفيديو جديد حبيبات قلبي. يلا نبلش الفيديو ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وبدي أرحب بكل الصبايا الجداد اللي انضموا لقناتي. أهلا وسهلا فيكم حبيبات قلبي من وين ما كنتوا عم تحضروني. يلا جهزوا قهوتكم حبيبات قلبي أو مشروبكم الخاص، ولا تنسوا تحطولي لايك إذا عجبكم الفيديو. ويلا نبلش. رح نعمل لبنية وبرغل بشعرية، ورح نروح على المول الصيني سوا، وصورت لكم فيه. هو مول من أرضي وطابقين لكل الصبايا اللي عم قولولي صوريلي. فرحنا هيك أخدنا زوجي وصورت لكم، وراح أحكي لكم ليش عمال أطول عنكم. يلا جهزوا قهوتكم ولا تنسوا تحطولي لايك، ويلا نبلش. هلا هون يا صبايا، اللهم صل على سيدنا محمد. زوجي جاب لي 4 مثل ما لكم شايفين هدول اسطول صغار. نحن ما شفنا اسطول كبار، يعني 4 كليات أو 5 كليات ولا حتى 3 كليات. كل اللي حوالينا يعني هيك بيجيبوا بشكل عام هيك الاسطول الصغار. فهون حطيت 4 اسطولة وحطيت بيضة، وراح أخلطهم كتير كويس بهذا اللي بنسوي فيه الجاتو، وراح أحطهم على الليزرية بإذن الله تعالى. الحقيقة الطبخ بيحير، والولاد جاي على بالهم هيك أكلة لبنية، قلت راح أعمل مع برغل بشعرية بإذن الله تعالى. وراح أحكي لكم شو قرر زوجي. الحقيقة يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني مثل ما سمعتوا من فترة 4 أيام هيك صار جنبنا ضرب وكذا وهيك، فخفت كتير على زوجي وقلت مستحيل يعني أنا ما تركته بتركيا حتى أرجع أتركه هون. الحقيقة كتير صعب. أنا من زمان يعني بعدنا أنا وزوجي عن بعض، فما عاد بدي أحس هذا الإحساس. وهلأ لسه صار في أولاد، بس هو مثل ما إنه يعني كلها هيك سبحان الله، يعني تفكير الواحد بحاول يسعى للأفضل. فلا يعني الله يأمننا بأوطاننا. رح يعني أتم قاعدة جنب زوجي، والله يا ربي هيك يوفقه. وأهم شي يأمننا بأوطاننا سبحان الله. يعني كانت الأمور هادية، يعني يعني ما في هيك هالضرب والحروب وكذا، فسبحان الله. الله يرحمنا يا رب. الله هيك يا رب يرفع البلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والحروب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهون يا صبايا حطيت الطنجرة على الليزرية، وبعد ما غلى اللبن حطيت الرز، وهلا عمال أدق الثوم بإذن الله تعالى وراح أكويله. وبعدها أطبخ البرغل البشعرية كمان جربته على الليزرية، والله يعني طلع ممتاز، لا لزق بالطنجرة ولا شي. وكمان بدي أتشكر كل الصبايا اللي كتبولي بالتعليقات وريحين هيك يعني يغمروني بحبهم ولطفهم. الله يكرمكن يا رب ويسعدكن ويعطيكن مراد قلبكن على تعليقاتكن الحلوة. وهلا هون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت الطواي وحطيت شوية دهنة ودقيت الثوم والنعناع لحتى أكوي للبنية.
يعني تركته تقريبا قبل ما تستوي بشوي نزلته، قلت هلا لحاله بقى يعني بفتح الرز وبتصير جاهزة. وهلا هون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت معلقتين سمنة وحطيت شعيرية وراح أقليهم. قلت راح أجرب الليزرية وأطبخ عليها برغل بالشعيرية، وهديتها كتير مثل ما قالت لي وحدة من الصبايا على يعني أوطى شي. الحمد لله رب العالمين، والله ما لزقت وكتير يعني طلع البرغل بالشعيرية كمان ممتاز مثل كأني على الغاز. أنا كتير كنت آكلة هم يعني الرز والبرغل إنه شلون ما يقوم يلزقوا بالطنجرة بسفل الطنجرة، لكن الحمد لله رب العالمين ما لزقوا. وحتى حمصت كمان البرغل هيك تغيير شكل، أنا بالعادة بغسله بعد بطبخه. وحطيت يا صبايا معلقتين كاري مع الملح بعد ما حطيت المي السخنة والملح، وحطيت معلقتين كاري. عن جد كتير كتير طلع البرغل بشعرية نكهته كتير كتير لذيذة. قال لي جوزي ايش كويتيله، يعني قال لي حاطة ماجي، قلت له لا والله هيك حطيت كتير، عطى طعم كتير طيبة. إذا بتحبوا تجربوها. والله هون كمان يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، في كذا صبية هيك يعني تأثرت بتعليقهم إنه انزلي عند بيت حماكي وخليه ينزل يشوف أمه وياخد رضاها وكذا. يعني المشكلة مو بإيدي عن جد، وأنا كتير مشتية على جو هيك يعني البيت النانة والعمات والأخوال. كتير كتير متمنية هيك لأولادي، بس مو إنه يعني ما بيطلع بالإيد شي. الله يا ربي يختار لنا الخير. وهلا هيك مثل ما كنتم شايفين يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، البرغل هيك استوى وما لزق أبدا بسفل الطنجرة، الحمد لله رب العالمين. وفي صبية كمان اللهم صل على سيدنا محمد عبت لي والله هو أساس نزلتك من تركيا كلها غلط بغلط، كان ما لازم تنزلي. وبتعرفي إنه هون هيك الحياة صعبة وشغل ما في وكذا. بس كل شي يعني قال بيقولوا أهالينا وأمهاتنا الله يرحمهم، بيقولوا المكتوب على الجبين بدها تشوفه العين، والوحدة بدها تلحق زوجها يعني، وما بطلع بالإيد شي. والحمد لله على كل حال. الله يا ربي يديم الأمن والأمان ويديم النعم ويغير الحال بأحسن الحال يا رب. وبتشكركم من جوات قلبي على تعليقاتكم الحلوة وعلى هيك كل وحدة أبدت برأيها ونصحتني نصيحة. الله يكرمكم يا رب، الله يجبر بخاطركم حبيباتي يا أمراتي يا عسلاتي. وفي صبية قالت لي إنه أنا بعرف بتابعك من تركيا وقت كنتي، بس كأني مع أولادك ما نزلوا معك. لا أولادي نزلوا معي، بس يعني ما هيك إنه عمال أصورن دائما. هلا صورت لكم ياهن. هلا هون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، دخلت لكم على المول. قد ما انه سمعنا المول الصيني وفعلا بسم الله وما شاء الله. اولادي اول شي رقدوا عادون تبعات الكيك والبان كيك وهيك، فصورت لكم فيه يعني شو بتريدوا بضاعة بتشهي القلب موجود. عن جد يعني انا تفاجأت ما شاء الله بالبضايع.
والوسعية الموجودة شو بدكم بتلاقوا، شو بدكم بالضبط بتلاقوا من أدوات كهربائية وطناجر وغسالات وأدوات منزلية وكل شي كل شي، حتى في بضاعة تركية كمان موجودة. كتير حلو يعني وجميل. قلت لك فيلم عشان تعملي فيه عشان تعملي فيه هذا، تحطي فيه مايونيز في يعني يا صبايا هون أدوات الكهربائية والفناجين والأدوات المطبخ عفوا، عن جد في شي حلو كتير تقيل وبشهي، وأسعارهم كمان حتى حلوة. بس ما صورت لكم الأسعار بالضبط. حتى في هون لتجهيز القوالب الكيك يعني الجاتو مع معداتهم. الصواني هدول الخشبية كتير كتير هيك حبيتهم كمان. في شغلات كتير حلوة صورت لكم، حتى قسم الغذائيات وقسم أدوات البيت. ما بيطلع مي، تعبيها مي. الجو اشترينا كل المحل. وهلا هون يا صبايا اللهم صل على سيدنا محمد، اطلعنا على قسم الغذائيات. كل شي موجود. حتى في بضاعة تركية يعني نحن متعودين عليها من البيم، المعكرونة، الحليب، الجبنة الدهن، يعني شغلات موجودة من تركيا وشغلات سورية، ويعني كتير شغلات. يعني الحقيقة كل شي متوفر وأسعار حلوة، بس هو حسب مدخول كل شخص. ولهون صبايا بيكون نهاية الفيديو لإلي. بتمنى تدعموني، تحطولي لايك، تكتبولي بالتعليقات شو رأيكم بالفيديو، وترفعولي الفيديو. حبيبات قلبي بحبكن كتير كتير يا عيلتي الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.